كل جماهير الكرة المصرية في انتظار أول ظهور لمنتخب مصر مع العميد حسام حسن، وأول مباراة رسمية هيقودها جهاز منتخب مصر الجديد بقيادة التوأم حسن من على الخطوط. بطولة ودية اداها الاتحاد الدولي الطابع الرسمي بعد ما اعتمدها كأحد البطولات الودية الرسمية على أجندة الاتحاد الدولي، واللي هتساهم إن شاء الله في تحسين تصنيف مصر على المستوى الدولي، واللي زي ما انتم عارفين بتضم 4 منتخبات قوية، هي المنتخب المصري طبعا معاه منتخب كرواتيا ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا. البطولة هتكون عبارة عن 4 مباريات، هتبدأ يوم 22 مارس وانتهي يوم 26 مارس، وهتقام مباريات البطولة على ملعبين: ملعب العاصمة الإدارية الجديد استاد مصر واستاد القاهرة الدولي. المباراة الافتتاحية هتكون منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا، ودي هتكون على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الجمعة 22 مارس الساعة 10 مساء، وهتكون احتفالية كبيرة هتشهد ظهور حسام حسن لأول مرة مع منتخب مصر، وكل في انتظار ان هو يتفرج على منتخبنا. تاني مباراة هتكون على استاد القاهرة، وهتكون يوم السبت 23 مارس، وهتكون بين منتخب كرواتيا بقيادة مودريتش والمنتخب العربي التونسي. وعلى نفس الملعب استاد القاهرة هيلتقي المهزومين على المركز الثالث والرابع، وده هيكون يوم 25 مارس، وفي نفس التوقيت الساعة 10 مساء. المباراة الختامية هتكون إن شاء الله على استاد مصر في العاصمة الإدارية، وهي المباراة النهائية وهتجمع الفائزين، وهتكون برضو الساعة 10 مساء بالتوفيق لمنتخب مصر.